بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي ومتابعيني في الله، وبشكر اخواتي اللي تابعوني في قناتي مطبخ الطيبين اتنين. يا رب يجعل في ميزان حسناتكم ويجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم. النهاردة جبنا التسويقة دي، جابها لي جوزي الله يبارك له، فقال لي خدي اعملي لنا شوية مسقعي. فهناتي شايفين ما شاء الله البتنجان بالمعزة بألف هنا وشيف علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. البتنجان الكيلو ب20، جبنا 2 كيلو ب40. البيض دي من فراخ محني ما شاء الله اللهم بارك. فراخ بلدي وفراخ البيض دي فراخ بلدي وبيض ساسو. الحمرا تلقاها بيض ساسو. هنا بوريكم الطماطم الكيلو ب30، عشان شوية رخصت عن الأول. دولة 3 كيلو ب90 جنيه. الليمونات دولي ب20 جنيه، اللي انتوا شايفينهم دول ب20 جنيه. وشنطة البطاطس ده ب50 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. اللهم ذكرنا ما نسيني. جبنا 2 كيلو عنب. كيلو العنب والله ما فاكرة كيلو العنب بكم عشان ما ظلمكوش، بس انا البيض بتاع نحني والليمونات ب20، والطماطم الكيلو ب30. وهنا شايفين ما شاء الله المسقعية وجمال المسقعية. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. هنا هنعمل بتنجانتين. شايفين ما شاء الله البتنجانة حلوة كده وبتلمع. وبصراحة بتنجان لما يكون طازة حلو، لما يكون مرضان انا مش محبه. هو حلو المرضان مش ما يشرب زيت، بس برضو الحمد لله. انا راح اعملها معاكم مكعبات. كل حاجة اوريها لكم عشان ما توهش منكم ولا توهوا مني، عشان البنات اللي داخلة المطبخ جديد، لاننا دلوقتي احنا بتوعات الاعداد وامتحنوا وخدوا الاجازات، ربنا يكرمهم وياخدوا الشهادة العالي. والبنات اللي في سنة 6 برضو امتحنوا وخلصوا الامتحانات يخشوا يساعدوا ماماتهم في المطبخ. انا معايا بنتي في 3 ثانوي، يا رب يكرمها ويجبر بخاطرها. دخلتها المطبخ معايا من تانية ابتدائي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بصراحة لما تدخلي بنتك معاك المطبخ من بدري بتساعدك ومش بتتعبك بعدين. ومعايا بنت في اولى اعدادي عكيسي بتعمل الحاجة، عاوزاش تعمل الحاجة لو ما حدش يقول لي تعمل من وحدي، فربنا يهديها ان شاء الله. بتعمل كل حاجة هي بس ايه على حسب ما يهديها ربنا. هنا بقطع معاكم البتنجان حتة وحتة عشان يبقى شكلها حلو. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. وادعي لطلاب 3 ثانوي الله يخليكم ويبارك لكم يا رب، لأن معايا بنت في 3 ثانوي. يا رب يكرمها ويقف بخاطرها، يكرمها كده ويجبر بخاطرها هي وكل اللي زيها يا رب، أولاد العالم أجمعين. هناتي بعد ما تركتهم وبرضه غسلتهم وحطيت لهم شوية ملح عشان ايه ما يشربوش زيت كتير، عشان يضلوا المية اللي فيه. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. ما تنسيش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك. معلهاش بنتي نعرف اني بسجل الفيديو، وربنا يهديهم ان شاء الله. هناتي جبت مش عارفة 3 طماطم 3. لا والله جبت شوية حلوين كده، والله ما انا فاكرة كم طماطم، بس عملتها. الولاعة هي مغلبانة. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امر، وندوس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين ابنية. ويا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم، واتمنى ان قناتي تكبر بكم ومعاكم. شايفين لما انا حطيت لهم ملح بعد ما غسلتهم وصفتهم كويس دلي المية منها. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. يا رب كده تجربوها وتعجبكم والفيديو ينور رضاكم ان شاء الله. بصراحة لو عندك مناديل مطبخ حط عشان الزيت والكوليسترول، فالحمد لله. لو عندك برضك معلش في الكلمة ورقة حط برضو مش هيخسر.
ده هبة التوم مهروسة انا مطلعاه من الفريزر. هعمل التسبيكة بتاعت الصلصة بتاعت المسقعين. شايفين ما شاء الله والله الريحة في حتة تانية. شفت؟ بألف هنا وشوف علينا وعليكم يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين ما شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. شايفين ما شاء الله التومة بيجي لونها ذهبي وجميل ازاي. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. ضربت هنزل بيها بصلصة الطماطم عشان تتسبك كده كويس، سبكة زاني. شايفين ما شاء الله. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. هسيبها دلوقتي تغلي وتضيب مع نفسه. لو عايزين تحطوا لها معلقة السكر حطوا لها عشان ما تبقاش حادقة منكم. وهناكي هنقلب البتنجان عشان نخليه يبقى كله واخد لون واحد. ويا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم واتمنى الوصفة تعجبكم او الفيديو بتاعي يعجبكم وتجربوها وتاكلوها بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. والله بصراحة انا كنت قاعدة كده قلت نفسي فهفة على المسقعي، وجوزي قال لي عاوز بتنجان، وانا كمان رحت نسيت وعملت له بتنجان بالدقة، وقال لي مش عاوزه بالدقة عاوزه على كده. يعني اللي هو ايه، حطله ملح وما حطلوش توم ولا طماطم ولا اي حاجة ولا هرست اي حاجة، على كده ملح وعلى كده محمر في الزيت. فبرضك بعد ما كني راح هو كل واحدة مش عارفة ما عجبتوش ولا معوش يبقى فيه توم ولا حاجة، فقال لي اقلي لي واحدة اخدها معايا الشغل. هنا تجي البطاطس، انا وقعت في غلط على فكرة عشان اقول لكم اللي ليه واللي عليه. كان لازم الاول نقلي البطاطس قبل البتنجان. فانا والله مع اني كنت كربانة ومتربقي وجوزي قال لي عاوز مسقعي. يعني انا احب لما يقول عاوز حاجة مش اعملها في اليوم نفسه، لا هو قال عاوزها في اليوم نفسه، فطالما في اليوم نفسه يبقى خلاص على كده. جبت معاكم البتنجان وهقطع معاكم عشان نعملوه نقلوه برضو. وان شاء الله كده يا رب الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم تسمعوه لحد الاخر. الله يبارك لكم عشان اكبر بكم معاكم. الزيت انا المفروض زي ما انا قلت لكم في الاول كنت قليت البطاطس قبل البتنجان، ودركت وريت لكم صلصة الطماطم من تحت المسقعية. شايفين ما شاء الله لونها وتسبيكتها. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب استرنا معانا دنيا واخرة يا رب. هناتي بقلب معاكم البطاطس عشان ما تبقاش فيها حتة ضايبة وحتة مش ضايبة، فلازم احنا نقلبها كويس كده. المكعبات بتاعتها ما شاء الله. وهي البطاطس ده من النوع اللي ما تقرمش يا جماعة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. انا بصراحة ما كنتش هحط لها بطاطس. راحت بنتي قالت لي ماما طب حط لنا بطاطساية واحدة عشان انا بحبها بالبطاطس والباذنجان مع بعض والفلفل. قلت لها طب ماشي حاضر. حطيت لها بطاطساية كانوا بطاطسايتين برضو. وهناك هنعمل بتنجان اللي هو بالدقي. وبعد ما عملت كل حاجة وجهزت الغدي جوزي خد له واحدة قال لا مش عايزني اعملي لي شوية كده، اعملي لي واحدة من غير هرسة ولا حاجة، اعملها لي على كده ملح وبس وليمون. قلت له ماشي. ادي طلعت هرسة توم من الفريزر. الهرسة عبارة عن ايه، انا هرسها حط لها توم وفلفل احمر وفلفل اخضر واللهم صل على سيدنا محمد وكمون وخل وملح، وحطهم في الفريزر عشان لو عوزت السمك لبابا غنوج لأي حاجة تلقاها عندك قاعدة جاهزة. معلكش غير إلا إنك تطلعها من الفريزر وتغسل البرطمان عشان يفك معاك وتطلعي منها في طبق وبهنا وشفي. بألف هنا وشفي على قلوبكم يا رب. شايفين هنا البتنجان ما شاء الله استوى، بس عيب البتنجان يا جماعة إنه عامل زي القطنة بيشرب زيت لما يقول يا حالي. يا بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب كده. أنا بصراحة حطيت لها ورق قلت عشان أنا عندي الكوليسترول بس هي النفس ده زي النفس اللي صدق اللي قال النفس طماع. الحمد لله الحمد لله. هناك برضك عملت عليها ضمضامة وقطعت عليها قرن فلفل
وحطيت لها شوية ملح. شايفين ما شاء الله. والفلفل، جمال الفلفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الحتة دي اللي هتقولي مفتوحة ليا كانت فيها حتة وحشة فحشناها. ليه يا ماما حشتها كده؟ قالت لي يا ماما ده فيها حتة بايظة. قلت لها معلش يا ماما عادي. قالت لي ماشي. ويا رب كده. شايفين ما شاء الله الباذنجان. هنا هنحط عليه الدقي. شايفين ما شاء الله، بألف هنا وشوف علينا وعليكم. جوزي قال مش عاوزها بالدقة، انا عاوز على كده. قلت له ماشي حاضر. وهنا هنطلع مع بعض الفلفل. الفلفل بصراحة انا مش بحب الفلفل الدقيق قوي يا جماعة، بحب الفلفل اللي هو الحراق، بس برضو باكله وبتعب الحمد لله. وده لو قطعتهم مكعبات كده عشان احطهم في المسقعين، عشان تبقى برضك ما تبقاش ببتنجان بس. وهوريهولكم هديهم قلبة واحدة كده اهو شايفين. وهطلعهم واحطهم في حلة المسقعين. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم وينول رضاكم، واتمنى ان شاء الله قناتي تكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. وهنا اخدتهم من على البوتاجاز بعد ما طفيت وكل حاجة. فضيتهم في الطاجن. والله والريحة بتاعتهم كانت بتتكلم عن نفسي. الريحة ما شاء الله والطعم فوق الخيال. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ويا رب كده أتمنى انكم تجربوا الفيديو وتقولوا رأيكم فيه انتوا. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. ومطرح ما يسر يمر ان شاء الله. شايفين ما شاء الله كل حاجة حلوة وكل حاجة كتير، بس ايه المشكلة اني معزيش نكتر مني. ولو وصلت معايا لحد هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.